السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة المباشرة اللي غادي إن شاء الله نطرقوا لها المقتل ديال سعيد الزين بجرينسبورو بالنورث كارولاينا. هذا النهار هذا جبنا معنا العائلة ديال سعيد الزين اللي كتمثل في الوالدة ديالو الحاجة حليمة والزوج الأخت السي محمد والأخت ديالو الأخت خديجة. مرحبا بكم معنا السي محمد الحاجة، الاخت خديجه، مرحبا بكم معنا والبركه في راسكم من جهه سعيد. الله يجعله من اهل الجنه والله يرحمه والله يصبركم على الوفاه ديالو. آمين آمين اول آمين سؤال آمين. غادي شكرا. نوجه. مرحبا سيدي. اول سؤال، حنا سعيد ما كناش كنعرفوه في الجاليه، سمعنا عليه شي حوايج ايجابيين شي حوايج سلبيين اللي ما بغينا نسمعوا الحقيقه من عند الاسره. غادي نعطي الكلمه للسي محمد ومن بعد ندوزو للاخت وندوزو للحاجه تعطينا راي ديالها وكيفاش كان سعيد وكيفاش تربى وكيفاش يعني جاتو الفرصه باش جا الميريكان هنايا. تفضل السي محمد. سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. سعيد في عمره 48 سنة فاش توفى. مشى لأمريكا عن طريق القرعة في 2003 بالضبط، وكان إنسان مسالم. كان هو العائل الوحيد ديال عائلته، هو اللي كان هز مو، وعنده خوه معوق أكبر منه ب 54 سنة. سعيد إنسان مزيان، خدوم، كان خدام، خدم هنا في المغرب قبل ما يمشي لأمريكا. بالنسبة للأواخر ديالو كان عنده ان بتي مالاد مونطال، شوية مريض، شوية عنده واحد لا ديبرسيون صعيبة. مرض ان شاء الله، ولكن بغينا دابا سعيد لايك التكوين ديالو، شنو كان كيقرا، الطبيعه ديالو، واش كان كيكون وحداني، كان مع الاصدقاء، التكوين ديالو في المجال، بغينا نعرفوا سعيد اكثر. سعيد كان شعبي، ما كانش وحداني، ما عمرو كان وحداني، كان ديما شعبي، كان ديما بالاصدقاء ديالو. والدليل صحابو تمايا في امريكا قبل كاع من المغرب. ونتمنوا اش غنقول لك، كان انسان طبيعي وكان انسان حنون في الاخوان ديالو، في الام ديالو، في الاصدقاء ديالو. و هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لسعيد اللي شفناه هنا. بالنسبه لامريكا كان انسان كان الا في التواخر ديالو. هذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه. المهم نمشيو عند الاخت ديالو خديجه حتى هي ونشوفوا في الطفوله ديالو كي كان وكيفاش يعني كيفاش يعني جاتو الفرصه تمشي للميريكان. معلومات اكثر السلام على عليكم. سعيد. عليكم السلام اختي. واخا. الا ممكن نشوفوا الاخت خديجه حتى هي، لا ولا غادي تخسر الفريم؟ اوكي. مرحبا لاله. مرحبا سيدي، بارك الله مرحبا. فيك. المهم اول حاجه كنبغي نصفق بحراره على الاخت خديجه، لانها انسانه يعني ما بغاتش الروح ديال الاخ ديالها تمر، يعني كدير جميع المحاولات، كتطرق جميع البيبان وما باغاش يعني لا حتى توصل للحقيقه. تفضلي اختي خديجه. بغينا الحقيقة، هادشي اللي كنتمناو من عند الله، بغينا نشوفوا غير الحقيقة، هادشي اللي كنتمناو من عند الله. سعيد خويا الله يرحمه كان إنسان طيب، مع الكبير مع الصغير، مع تربينا حتى حنا ولاد فقراء، ولاد كازا حي الحسني. كان هنا خدام مزيان مع خوتي. جاتو هاد الفرصة ديال القرعة في 2003. يمكن وقيلا تقطع اللايف؟ لا مزيان اللايف. لا انا معك، انا معك، بغيت نزومي اكثر باش يا تكلم. كان جات القرعه، كانت جات قبل الود خالي كاين تما، هو الاول كانت جاتو، مشى عاود لحق عليه ساعه جاتو القرعه ديال الملك. كان خدام هنايا في كازا، خدام مزيان، وصل واقيلا شي سن 23 ولا 24 يمكن على ما اظن، حيت هو اكبر مني. جاتو هاد الفرصه ديال القرعه ديك الساعه في 2003. مشى مسكين بحالو بحال جميع المهاجرين، مشى يهاجر على الوالدين ديالو. كان بخير، مشى تما صادفو ولد خالي، جلس معاه حتى لقى الخدمه ديالو، صايب الوريقات ديالو، ولا خدام كيسيرفي البيتزا. دوز البيمي ديالو تما، خدام بخير وعلى خير. مهلي في والدينا هنايا، مهلي في الوالدين ديالي، هو اللي هازو. راك عارف المغرب وعارف الفقر وعارف داكشي اللي كاين في المغرب. صافي بقات غادي حياته بحال هكاك. كيجي دوز واحد عامين جا بخير الحمد لله، تهلا في الدار،
المهم اي حاجه خاصهم راه هو اللي كاين، هو اللي كاين في اي حاجه. عاود عاوتاني رجع يمشي ويرجع. كان مرض في 2000 على ما اظن 2008 كيجي هذا المرض. هذا المرض غادي دخل هذا نمشيو الشيء. للمرض ديالو. شوفي باش نمشيو مرحله بمرحله، غنمشيو الله عند الحاجه الله دابا تعطينا نبذه على سعيد، ومن بعد نمشيو للاسئله الاخرى باش الله نعرفوا داك الشيء تدريجيا كيفاش جا المرض وكيفاش تطور لهذا الحادث. الحاجه صراحه انا ملي هضرت معك واو. في الاول بنتي باقا متاثره، وبغيتك زعما ما بغيتش نعطيك الكلمه الاولى، بغيتك تاخذي الانفاس ديالك. عاودي لنا على سعيد، الكبيده ديالك، كيفاش واه يا ولدي خدع الله وليدي خدع الله. سعيد سبحان الله العظيم كان مرضي، كان مهدي، كان حنين، كان طيب. الكبير يبقى فيه والصغير يبقى فيه. كان حنين ديما هو عاطي من رزقه. ديما وليدي نعلم الله ذاك المرض مرض في خير حياته ما عرفت وش وليد. كان كيعيط لك من الاول التليفون، كيفاش كانت العلاقه ديالك ملي كان ايوه هنايا؟ شحال ما كنت كنت واجد عايش لي امريكان؟ دابا خليان. في الاول كان يهضر معايا، كان يسعد ليا، كان مسكين كينهادني وليدي. الفلوس طبيب، انا عندي مرض مزمن، عندي الطنسيون، عندي السكر، عندي ركابي مريضه بيهم. كان وليدي ديما يسافر باش ندوز وباش ندير سكانير وباش ندير. ديما وليدي هذه المعيشه. مع خوه مريض عنده 54 عام، تا هو مسكين معوق معاق. ايوا هذاك الله هو هذا وليدي. كان ينوض الصباح وكيقلب الجيوب ويشم ليا. الصباح كينوض كيقلب الجيوب ويشم ليا ويقول لي امي الجنه تحت قدام الوالدين. اللي كان ينوض والله يجعل ذاتي خرج بها في الطبيعه. وما تجيش شحال من لك عام باش جا وليدي الامريكان؟ شحال العام باش تسافر جا هنا لامريكا؟ من 2003 من 2003 من 22 2003 22 عام 22 عام. كان بخير. 22 عام باش جا امريكا كان على خير وبخير. وترى هذا العام وليدي ما عرف شيء. ذاك المرض سبحان الله من جاه من رمضان وانا كنبكي عليه. من رمضان ما شتي من يعطيني اخباره. ما صدتش وليدي بكيت تعيد كنبكي ليل ونهار وانا كنبكي عليه. وكنتمنى فيه نسمع الريحه ديالو الخبر ديالو ما سمعتهاش. هذا الشيء كيجيني بقى في قلبي. لولا حشته لولا وليدي عادة واحد الدنيا الأخيرة مشى واحد الدنيا الأخيرة. لا الله هو هذا. كان مرضي، كان من جابه كان مترف بالفقر من ضرب. عاد جالك خو معاق غندير معاه. وبلي هذا الخو تا هوايا. حاجه انا غير نقول لك واحد الحاجه، نبغي نطلع منك قبل ما نكمل الحوار. سعيد حنا سمعتو، سعيد ما كاينش بوحدو هنا. سعيد ان شاء الله غادي يوصل اللحظه اللي غادي ياخذ فيها الحق ديالو، تبان العداله. الا كان هاد البوليس يقتلو فعلا ياخذ الحق ديالو. اما باش تقتل بطريقه ظلما وتستر القضيه، هذه كاين اللي عمرها ما تكون. وحنا على الله. اوكي وحنا بالله وليدي. خذي شي كاس الزعما وما بغيناكش يعني هذا الشيء اثر عليك. حنا فهمتي، انا عارف هذا الشيء غادي يرجع لك الاحزان، ولكن ما بغيناش هذا الشيء يعاود يقلب المواجع. حاجنا وليدي ما كنعيش في الليل، كنوض نفكر فيه ما كيديرش لي وليدي. ما كنشوفش الناس وليدي. ما عرق ما المهم الحاجه. وحنا عبد الله وليدي، حنا بالله نتوما واقفين والله واقف معاكم. نتوما واقفين والله واقف معاكم، والله يوقف معاكم في سلعتكم وفي صحيحتكم. والله يكون معاكم، والله يحفظكم من المصيب، والله يكتب لكم مكاتب الخير. هادشي اللي كنطلب لكم الله وليدي. الله يجازي الجميع، الله يجازيهم، الله يكثر خيرهم. امين. وهادشي اللي كنطلب، الله يكثر خير الجميع. اللهم امين. السي محمد غادي نرجع عندك من بعد رجعت الحاجه باش تاخذ الانفاس ديالها. سعيد يعني بدا كيعاني هذا المرض النفسي، يعني كيفاش بدات هذه الاعراض والسبب ديال هذا المرض والنوع ديالو، واش هذا المرض يعني كيقدر يؤدي ان الانسان يصبح عنيف ويبدا يدير شي اعمال يعني خارجه على السيطره ديالو؟ لان على حسب الشخصيه ديال سعيد من قبل والشخصيه ديالو من اللي كيعاودوا عليها من وراء الحديث كيبينوا بحال ولا فيه العنف. يعني حنا بغينا نعرفوا معلومات اكثر على هذا المرض الى عندك طبيعه الحال. ولا خديجه، الاخت خديجه يمكن انت تجاوب السؤال عندها.
هو كان في 2008 كان مرض وهبط للمغرب، بقى هنا تقريبا شي عامين تتعالج، داوا يعني داوا الرقية هادي المهم ولا بخير، عاود رجع عاوتاني حتى 12 عام. لا بقى عاود رجع عاوتاني جلس شي 10 سنين يمكن ما جاش، ما هبطش للمغرب، جا بخير وعلى خير، رجع للمغرب هنا جا مزيان بخير صحيح، حتى التصاورات كلهم عندكم كان بخير، حتى ملي رجع هاد المرة الاخرى، هاد المرة الاخرى فاش رجع فيها تقريبا عام مشى رجع مرض، جا عاوتاني دخل المغرب في 2023، المهم الاخر ديالو في 2022 الاخر، زعما المجيه الاخرى ديالو للمغرب هي في 2022، من تما رجع. ولكن دابا ما عرفتش واش ندخل لك في المواضيع اخرى ولا نبقى غير في هاد المرض لا ديالو. بغينا غير نعرفوا هذا المرض ديالو ان شاء الله، وغنمشيو للحادث وكيفاش توقع. حنا باش نمشيو لهذاك الشيء تسلسل زمني غنبقاو في المرض كيفاش توقع، واش هذا المرض يعني خطير كيأثر على الصحه، شنو المعلومات اللي عرفتوا على المرض ديالو. المرض حتى اش نقول لك، بحال قلتي حنا هاد المرض عندنا وراثي، يعني اوكي تقريبا الا ما عرفتيش بالدواء وما قابلكش شي واحد وداك الشيء راه ما تقدرش تعيش، ضروري تشرب الدواء ديالك، ولكن ضروري واش خص هذا المرض الدواء تعيش كيخلي الواحد يكون عنيف، كيقدر اه يتضارب، يقدر يدير شي حاجه. الاعصاب اوكي ما كتحسش براسك، ما كتشعرش، يعني تقدر دير اي حاجه الا ما اوكي كنتيش شارب يعني الدواء ديالك تقدر دير اي حاجه. اوكي. أه آه. الحاجه الاخرى اللي بغيت نعرف هي نهار الحادث، يعني شنو كتعرفوا التفاصيل هذاك الشيء اللي وقع نهار الحادث، اللي عرفتوا دابا نتوما واللي استنتجتوها من خلال الوقائع من بعد الحادث ومن خلال محاضر الشرطه. يعني تعطينا انت والاخ محمد، بغينا نعرفوا يعني التفاصيل كلها. واش فعلا سعيد مشى تما وبغى يدار مع البوليسي وجبد عليه موس وبغى، يعني كاين بزاف الاقاويل. يلا المهم اختي خديجه دابا الكلمه ومن بعد نمشي عند السي احمد. يلا سير. الوقت بلا سير. بالنسبه لاخر ما عندنا ان اتصلت بنا بنت خالو ياك، بتخيل بنت خالها هي اللي اتصلت بها بالليل مع 12 الليل، قالت لها سعيد الله يرحمه راه ضربوا بوليسي ومات. من بعد بديت في الابحاث بالنسبه للدار، هذا الدار اللي كيقولوا راه تخليها، هي الدار راه كان ساكن فيها اصلا 3 سنين هو ساكن فيها. 3 سنين هو ساكن فيها. واش كان الدار كاري ولا نفس كان الدار، شاريها؟ واش كان الدار ديالو ولا كان غير كاريها؟ الدار ديالو كان خدام مع واحد تركي، هو اللي خلاها لي. ذاك التركي كان كيخدم معاه وفي نفس الوقت هو اللي خلاها ليه. واش كاين شي اشكال في ديك الدار؟ ما كاينش اشكال الله اعلم، ولكن التركي هو اللي خلى ليه في الدار المحكمة عليها. وخدام. وعلى حسب ما كان كيعاود لينا هو قبل ما يتوفى باللي كان مداعي مع شي حد، المهم وكان داير شي دعوه على ديك الدار بنفس الدار في المحكمه، وكان كيقول لمو راه الدار غادي تحكم ليا، سلمها للقاضي. راه سلموها ليا، ولكن راه مازال ما مشيتش ليها حيت عنده مشاكل دوسة اخرى. واحدة دوسة واحدة. ولكن هذا الشيء ما عندناش عليه معلومات في المحكمه، واش تحكمات واش ما تحكماتش ليه ما عرفناش. هو في ديك الليله رجع للدار، رجع لدارو. هنا فين وقعت الواقعه. ولكن هاد القصص راه مرض. ولكن كانت عنده في هذا الوقت اللي كنهضر لك عليها السي محمد، دابا كانت عنده ديبرسيون، هو ديبرسيون ديال الدار، ديبرسيون ديال المشاكل الخدمه، كان ديبريسي، كان مريض في ذاك الوقت بالضبط. بلاتي قبل، حيت دابا كان وقع لي مشكل داك العام في هاد الدار نيت، في هاد الدار كان وقع لي مشكل داك العام. اوكي كان داك العام في شهر 8 نيت، حيت دابا حنا هاد العام الاخر الاخبار ديالو ولات متقطعه عندنا، تيهضر وكيقطع وكيمشي. المهم اللي كان غبر علينا واحد شهرين، ما سولنا قلبنا ما كاينش اللي عطانا الخبر. ملي عيط لينا عاود عيط لينا وداك الشيء، قال لك راه دخلوا عليه شي دوك السود دوك المهم دوك هذا اللي عندكم تما تيراو فيه 2 قرطاسات و20 يوم هو في الكوما. هذا الشيء في شهر 8 ديال داك العام. هذيك هي اللي زادت فقمات هذاك المرض اللي عنده، زاد كثر ملي ضرب هذيك الضربه، ملي ضرب بحال هكا كون جا منها زاد كثر ليه هذاك المرض ديالو، زاد يعني زاد ولا مضوبل. الشيء اللي كان فيه شويه دابا تزاد صافي. من هكاك كان عاوتاني ما دار مع شي بوليسي ولا ما عرفتش شنو، خرج بكفاله. ومن بعد عاوتاني هي فاش صافي الحاجات كامله اختي خديجه، واش البوليس يعني ما عندهاش فكره ان سعيد راه كيعاني من واحد المرض؟ يعني ملي كتكون التحقيقات ما كتدفعش عارفينه؟
عارفينه، حيت على حساب الدراري وصحابو وداك الشيء كلهم كيقول لك بان البوليس راه عارفينه في هاد الايام الاخر كان مريض، عرفوه، تيعرفوا حتى السميه ديالو، حتى ملي عيطوا لهم باش يجيو عيطوا بالسميه ديالو، قال لهم راه سعيد سعيد بحال هكا سمعناني انت كنت عارفينه يعني مريض. يعني على الاقل كانوا ياخذوا بعين الاعتبار الحاله الصحيه ديالو، وما كانش اعتقد كيتشكل شي خطر. يمكن تعاودني على النهار ديال الحادث كيفاش وقع الحادث ووقع اطلاق النار. احنا اللي سمعناه على حساب الشهود وداكشي، هما البوليس تيقولوا هضره، ولكن على حساب صحابو والشهود والناس اللي كاينين تما كيقولوا هضره اخرى، تيقول لك بان ما كانش عنده نهائيا سلاح ما عندوش، لانه اصلا كان مسكين بحال قلتي تشرد، ولا كينعس غير في الزنقه، ولا يعني هذاك المرض ديالو مابقاش انسان عادي، ولا غير ضيع داكشي. يمكن كان في هذا كانت الشتا، بدات كتصب الشتا، رجع لهذيك الدار قبل ما قال بما تحكمات وتخربق اللي عنده في المحكمه نمشي نجلس فيها. الله اعلم اش كيقول لي راجل، حيت حنا هاد الوقيته قطعات مع الاخبار، قطعات الاخبار معاه، كنعيطوا لصحابو كيقول لك ما شفناش هادي، كنقولوا ربما عاوتاني مشاو داو لشي بلاصه ولا بشي تشاد ولا شي حاجه، هادشي تنقول ما عرفناش انه وصل لهاد المرحله كلها، ما عرفناش نهائيا. دابا عاد صحابو تيعاودوا لينا على حياته في الاخر كيفاش كانت. رجع لها الدار على حساب الشهود، قال لك ما كانش عنده السلاح، الشهود ديال تما قال لك ما كانش عنده السلاح، صحابو داكشي قال لك ما كانش عنده السلاح، عنده ساكادو مسكين ديالو فوق ظهرو صافي، هادشي اللي عنده فيه الوريقات ديالو وكلشي. يعني هذاك الشيء اللي خلى الشرطه واقيلا ما تبغيش تخرج الفيديو، لان انا صراحه تواصلت معاهم وطلبت الفيديو ورفضوا انهم يعطوه، بحكم ان الاف بي اي مكتب التحقيقات الفيدرالي هو اللي كيدير الانفستيغيشن. ولكن انا كنعتقد الا ما كانت كانت الطريقه اللي بغاو يقولوا هما انه كان خطر على البوليس، كيقول لك القانون هنايا كانت واحد دادلي فورس، واحد القوه مميته في حق الشرطي، عنده الحق انه يجبد الفردي ويتيري، يعني قانونيه. لو كانت قانونيه كنا نحطوا الفيديو وغادي نشوفوا حنا وغنقولوا راه الشرطي كيدافع على راسو. ولكن هذاك الجاس انه ما بغاوش يحطوا الفيديو للناس، مع انه واحد بابليك راكورد، واحد المعلومه عامه اللي يقدر اي واحد يدخل لها ويشوفها، والبوليس على انها غير واحد لاجونس، واحد الطرف ثالث، ما عندهاش الحق انها تمنع العموم من الحصول على هذا الفيديو. السي محمد، عندك شي حاجه باغي تضيفها اللي تقدر تكون نسات الاخت خديجه؟ هو على حسب البحث ديالي خويا السي محمد، على من الاصدقاء ديالو، من داك الشيء اللي كان قرا، كاين شي شهود بحال جيرانو اللي كانوا تما، اغلبيه كيعرفوه انه ساكن تما وشي ما كيعرفوش. وبالنسبه لواحد الشاهد بالضبط، هذا غادي نحطو كنقطه، ان هذا الشاهد قال لك ملي جا البوليسي عيط ليه بسميتو، ملي كيعيط في الراديو باش يعيط للبوليس الغوفو، قال لك يعيط بسميتو، يعني بسعيد الزين بالاسم ديالو، يعني كيعرفو، ماشي شي واحد اللي براني عليه ولا ما كيعرفوش، يعني كيعرفو. واتصلت بواحد السيده خدامه في واحد ستاربكس ولا اش كيقولوا ليها كافي، قالت لي حتى هي قالت لك اودي السيد راه كان مزيان والبوليس كلهم كيعرفوه، كيجي القهوه اغلبيه البوليس كيعرفوه. هذا هو اللي بغيت نضيفه اخويا السيد. هو معروف ياك. الحاجه بغينا غير نعرفوا كيفاش تقبلت النبأ ديال الوفاه ديال الابن ديالها، عرفتي ذاك النهار؟ واش قبلت وليدي، اش قبلت، واش درت وليدي، جادي ما ندير، والد كي تعيط وتمرق تعيط، واش غادي ندير، اش جادي الغار الله، انا بغيتو سيدي ربي وفاه، ما عندي ما ندير، انا بغيتو وسيدي ربي عز منه، اجهدي واش غندير، وموت غربه وموت حتى وحداني والله طارق طاريه. بالنسبه للام ديالو ما لحد الان ما تقبلتهاش اخويا السي محمد، باقي كتمرض، مره كدير لي زيرجونس، باقي ما تقبلاتش لحد الان يا محمد. صعيب. العائله كلها تقريبا العائله كلها ملي كيكون حداك كتكون عندك هذيك القابليه انك تقبل ديالو، ولكن كيكون الواحد راه صراحه انا كنحييها باقا واقفه وكتهضر، يعني هذه راه كيبين على الصمود ديالها. ولكن حنا الحاجه غادي ناخذوا الحق تاع ولدك ان شاء الله، لان الله يعاونكم، الله يعاونكم اولدي، الله يعاونكم، والله يحفظكم،
والله يجازيكم بخير. لا بغينا غير الحقيقة نشوفوا، بغينا غير الحقيقة باش ربما تبرد هذيك الجمرة اللي عندنا لداخل، غير الحقيقة نشوفوا هذاك الفيديو وكيفاش تقتل وكيفاش هادشي اللي بغينا نشوف، بغينا نعرفوا الحقيقة، رغم انه ما عندوش نهائيا كما كيقولوا الحق انه قتل واحد وجاو مسكين صغير على كتافه وعنده شايكل يتكلكب عليها، وجاي مسكين يضرق على الشتاجة وبدي ما حكمت، دعيت الله وكنت دعيت الله كلمني في وليدي، ضيعني ضيع حقي، ضيع رزقي. العنصريه الحاجه هنا راه باقا العنصريه، لان هاد الناس هادو كيبان لهم واحد مهاجر جاي من العالم الثالث، بحال واحد شي حاجه بحال قتل الحيوان، قتل شي حاجه كيبان لهم هذاك الشيء. علاش حنا كمغاربه خصنا نهضروا باش نبينوا، حيت الا ما هضرناش دابا الغد اللي يقدر يكون انا ولا عندنا شي واحد الناس كيتفرج فينا، لان ملي كترخص شي حاجه كطيح القيمه ديالها في السوق كامله، غتولي هاد العمله تاع المغاربه واحد العمله رخيصه، وهذا الشيء ما بغيناش، وهذا الشيء علاش كنسلطوا الضوء اليوم باش سعيد ياخذ الحق ديالو ونرجعوا ان شاء الله الصوره والقوه ديالنا ان شاء الله. غادي نعطيكم واحد الراحه، غادي ندير غير هذا الفيديو اللي كان دار هذاك السيد من جمعيه WHOA اللي صراحه في مجلس المدينه طرح القضيه ديال سعيد، وهذا هو الدور ديالنا ديال الجاليه المغربيه. حنا خصنا كيكونوا جلسات بحال هادو نمشيو نطرحوا نحطوهم امام امر الواقع، لانه هذا من الاسباب ديال ان بحال هاد الشرطه ما كتبغيش انها تتفاعل مع اعطاء البادي كام، كتجاهل الحقوق ديال المغاربه، ولكن ملي كيبان الظهور ديالهم السياسي والتواجد والكينونه ديالهم في المنطقه ديالهم كتكون عندهم قيمه اكبر. لان دابا كيهضر معنا مع هذا السيد دابا كنشكروه لانه كان واحد الادفوكات، يعني ترافع على واحد المغربي اللي ضاع الحق ديالو، ولكن هذا راه كمجتمع مدني كجمعيات كهيئات دبلوماسيه خصنا نوصلوا الصوت ديالي باش تبان القوه ديال هاد المغاربه. طالعوا غير بغيت نبين لكم اننا حنا كمغاربه خصنا حنا ناخذوا هاد لاكسيون هادي، وحنا اللي خصنا نطالبوا لان صراحه كنبانوا بحال هاد التدخل هذا كيبين الغياب ديالنا. راه كاين ديما، كل ما السيد غالبا الغياب ديالنا، ولكن دابا راه كيبان على اننا ما كاينش شكون اللي غيدافع على هاد السعيد. يعني هاد البوليسي بحال كيحس بواحد الامان. غادي نمشيو للسؤال الاخر، وغادي نمشيو لدفن الجثمان والظروف اللي مرات فيها، شكون اللي تكلف بهذا الشيء. صراحه انا شفت فيديو ما بغيتش نديرو على قبل الحاجه باش ما نرجعش لهذوك الصور، ولكن بانوا لي مثلا المغاربه قلال في الدفين، ما كانش واحد تغطيه اعلاميه، ما كانش بزاف الحوايج في تشييع جثمان المرحوم سعيد الزين. عطينا واحد النبذه اكثر على الجنازه ديالو كيفاش تابعتوها. بالنسبه للجنازه ديالو هما الاصدقاء ديالو والسونتر اسلاميك ديال غرينزبورو، اللي هو مجموعه المسلمين اللي كاينين تما، راه فيهم فلسطينيين، مغاربه، سودانيين، فيهم هنود، باكستانيين، هما مجموعه من المسلمين هما اللي داروا واحد لو فون جمعوا ليه بالنسبه للدفين، وهما اللي جمعوا ليه بالنسبه للدفن ديالو وكلشي. منهم مغاربه اصدقاء ديالو قراب ليهم، راه سيبت لهم لو ليان ديال هذا ديالكم باش حتى هما يدخلوا مع خوتهم المغاربه الاخرين، وان شاء الله يكون خير. هذا هو بالنسبه للفيزا. بغات شي نهار تجي تزور ان شاء الله، ولا شي عندها ديجا الفيزا ديالو، ولا نقدروا مثلا نديروا لها الفيزا لا في القبر ديالو؟ لا ما عندهاش، لا ما عندهاش. يلاه كان كيفكر مسكين باش يديها بما طرا لي طرا وصافي. هو كان على بالو انه غيجي في هذا الشهر 8، كان واعد يجي في شهر 8. انا شوف انا كنوعد الحاجه الا بغات نعاونها في الفيزا وتجي عندي للدار ونديها حتى القبر وتزورو، راه ما كاين عندي حتى شي مشكل. مرحبا بك الحاجه، الله يجازيك بخير. مثلا زياره القبر ديالو تخفف شويه من هذيك النار اللي في القلب ديالك، واخا صعيب باش تطفي هذاك الغضب وهذاك الحرقه اللي فيك، ولكن على الاقل شي حاجه اللي تقدر تذوب هذاك الغليان وهذاك الغضب. ووليدي تشوف ولا كانت شي حاجه ولا كانت شي سينيه ولا كانت شي حاجه، هذيك الساعه ولي مصور الباسبور اجوي معاه نسيبي ها هو. مرحبا ان شاء الله. راه كنقول اذا كانت شي حاجه وليدو طالبوا لي شي حاجه راه في الكافيه. الله يجازيك بخير. لا مرحبا.
كيفاش تبعتي يعني الجنازه ديالو في التليفون ولا عبر يعني انت بعيده عليه؟ وما قدرتش كاع، ما قدرتش وليدي نشوفه، ما تفرجتش، لا هي ما ما شافتش، قدرتش، ما شفتهاش ما اخويا قدرتش سيدي. وليدي نشوفه، ما صرت القلب باش نشوف فيه، وباش وليدي بان بتلعب قدامي وولدي بان ما صرت وليدي القلب، ما قدرتش. اوكي راه ما كاينش ما عزم الله والولاد، ما كاين ما عزمش ربي والولاد. اييه، وما والله وليدي لا كان واعد عليا من خوته، وما نكذبش عليك كان هو حن من خوته، هو كان حنين فوق منهم، وكان مهرني فيا، ما كانش مقصر عليا وليدي، كان مسكين كان ساعات قالك سهيرية، كان فرح بها، كان بوحي مسكين، يلا ما عامين هادي، وكان شاطين هذيك البركة، وكان فرحوا بها، وكان طيروا تحنا منها، وكان يعيشوا منها، وكان شو منها الطبيب، ندور كثير كاع في المرض هو الطبيب، كان المعين الواحد اللي معاونكم في الدار. هو صافي هو اللي كان هادنا، هو اللي كان هادنا، اوكي وانا عطا الله المهم هذاك وليدي. غادي ان شاء الله جوج حوايج نبغي نذكرهم. هي اول حاجه هي العريضه، غتلقاو الرابط ديالها في هذا اللايف، غتكليكيو عليها. بغينا اكبر عدد من الامضاءات اللي ان شاء الله الا مشينا خدينا هذا الفيديو نمشيو بوجهنا احمر، ماشي نمشيو بواحد 100 امضاء ولا 200 امضاء، اقصى الله عدد يبارك الله الامضاءات يحفظكم. والتوقيعات باش يكون الصوت ديالنا بالنسبه اعلى. للتوقيعات، واخا يكونوا من المغرب من هنا خويا ماشي مشكله بهذه، حنا غادي نحاولوا ناخذ التوقيعات من اي بلاصه. حنا بغينا غير اكبر عدد ديال التوقيعات اللي نقدروا نوصلها لواحد المسؤولين. حتى من هنا كنطالبوا راه مطالب يعني دستوريه، كنطالبوا بمعلومات عامه اللي البوليس ولا المجلس تاع المدينه خصو ضروري يروليزيوها للعموم، ولا ما بغاوش يعني راه كاين واحد التهكم وكيضربوا في الديمقراطيه تاع هذيك المنطقه والثقه بصفه عامه. اوكي دابا بالنسبه تفضل اسمح. بالنسبه لهذا الجمعيه، هذا السيد اللي هضر في هذا لا مينيسيباليتي بيلي بالشباب، راه كاع المعلومات مسكين خداهم مني، حيت كان بالتواصل معايا وصيفط ليه تصاور وشاف العائله حتى هو. ما درناش لايف، ولكن راه حاولت تواصل معاه واعتقد باقي ما شافش الميساج، ولكن ان شاء الله مجرد ما يرد عليا غادي نحاولوا نكونوا هو الكونتاكت التواصل معنا، لان صراحه الكوميونيتي ديالنا ما لقيناهاش في نورث كارولاينا واقفه على هذه القضيه بالطريقه التي يجب، لانكم كانوا واقفين غادي احتجاجات. نعطيك واحد المثال، كان في واحد الجاليه هايتيه هنا في نيويورك، كانوا قتلوا منهم واحد العضو وكانوا بحال هكا دمسوا قضيه، ولكن عرفتي الشارع عمر بهذوك الهيشن، هذوك الهايتيين، الشارع عمر يعني بواحد الطريقه حتى خرجت الحقيقه، لان الصوت هو لان هادو راه كيخدموا الشعب. هنا الشرطه كيخدم الشعب، الا ما كنتيش الشعب وتعطيه الاوامر الاوردر وهذاك الشيء اللي بغاه هوايا، شنو الدور ديالك؟ راك بحال كتخدم ضد الشعب. المهم حنا غادي نمشيو. سير السي محمد تفضل. هما دابا بغاو بحال قلتو يدمسوا لافير وصافي، ما هو من مصلحتهم. كانوا دمو غيبقى على رقبتنا، يعني نبانش الحقيقه. ولكن حنا الدور ديالنا هي بغيت يعني بحال كما قلتي نفس الهضره نفس التفكير ديالي، بحال قلتي تكون قضيه راي عام، يعني كاع الناس يوقفوا فيها ويهضروا، حيت انا متاكده بلي خويا مشى مسكين مظلوم، متاكده. اوكي نمشيو للسؤال الثاني. فين وصلت القضيه دابا؟ واش كاين شي تحقيقات قضائيه ولا باقا التحقيقات محبوسه على مستوى المكتب الفيدرالي للتحقيقات الفيدرالي الاف بي اي؟ شنو المعلومات اللي عندكم جديده؟ واش كتفكروا مثلا ديروا محامي؟ حنا كجاليه مستعدين ان نكونوا وسطاء، نديروا شي حساب لجمع التبرعات اللي يقدر ان يكون شي محامي طرافع على هذه القضيه، لان صراحه كتبان لي غدا بواحد البطء كبير. دابا شحال دابا تقريبا من الخامس من غش، واليوم دابا راه تقريبا فات الشهر وباقي ما كاين حتى شي جديد، باقي يلاه كنضربوا باغينا الفيديو كام. لذلك كنتمنى ان شاء الله تقدر تكون هذه المرحله المقبله السي محمد، هي اننا ندير واحد الحساب وناخذوا شي محامي اللي يكون كفء بطبيعه الحال، اللي يقدر انه يبين الحقيقه، وغادي نتعاملوا معاه نخليه هو يتواجه مع القانون، غيكون عارف قوانين الولايه القوانين الفيدراليه، وغادي نكونوا حنا كمساندين
كاصوات مساندين معنويين ومساندين ماديين، لان القضيه المحامي غيحتاج فلوس طبيعه الحال. دونك هذه وحاجه اخرى كنبغي يعني انا راه غير فالونتير، حتى انا من الجاليه كنبغي اي واحد ياخذ المبادره يهضر على هذه القضيه ديال سعيد، يدير لايف على قضيه ديال سعيد، يوصل العريضه، يوصل الصوت ديالنا، لان حنا ماشي يعني غنبقاو محصورين في هاد الناس اللي متابعين الصفحه. حنا بغينا نكبروها كما كيقول كبرات صغار، بغينا الصوت ديالنا يوصل لجميع المغاربه في جميع الولايات، ماشي ضروري في نورث كارولاينا، جميع الولايات، لاننا الى ما وصلش الحقيقه خاص تكون وقفات احتجاجيه امام مركزات الشرطه، لان الضغط هو اللي كيولد الحقيقه. بدون ضغط غادي تبقى القضيه مدموسه. كاين شي اضافه اخرى في الجديد ديال القضيه اللي نبغيو نعرفوها تشاركها مع الناس؟ القضيه البحث ديالي والناس اللي هضرت معاهم، وحتى حاولت نتصل بجميع الاخوان تمايا، كاينين اللي مشاو حتى هما سولوا نفس الجواب. خويا سي محمد نفس الجواب، هو باقا في التحقيق، راه في الاف بي اي، تسناو تيخرج التحقيق. هذا هو الجواب ديالهم. الا هذا المحامي اللي قلت لك هذا خويا محمد هو التماطل كيؤدي للتجاهل والنسيان. حنا ما بغيناش هذه القضيه تبقى تماطل. هذا حل القضيه حنا كنقولوا ضربوا الحيط. هذا الشيء اللي بغاو هما. هذا الشيء احنا نشوف خويا، حنا سي محمد نتوما هما الاخوان ديالو، نتوما العائله ديالو، نتوما كلشي تمايا. بالنسبه لنا حنايا راه كتعرفوا حنا بعاد هنايا، وباش نوصلوا المعلومه بزز، رغم اننا كنديروا انا والزوجه ديالي راه كنديروا المستحيل باش نوصلوا المعلومه من هنا وناخذوا المعلومه من تما. كاين الناس اللي كناخذ منه المعلومه من تما كنصيفطها لهم انا من هنا، ما عندهمش الاخبار كاع. لا المهم لا تنوصلها لهم. حنا بغينا مثلا يكونوا وسطاء في نورث كارولاينا مغاربه، هما اللي مثلا يمشيو يسولوا يبقاو حيت خاص ضروري تكون هذاك الانتنشن، يعني الناس خصهم ضروري يبانوا في الصوره باش ان البوليس تعرف راه كاين واحد الكوميونيتي كتسول على واحد المغربي، واخا ما غاديش يعطيهم هذاك الغرض اللي جاو عليه ولا ما يعطيهمش المعلومه اللي جاو عليه، ولكن غير هذاك لوجاس انك كتبان وكتسول على واحد الانسان اللي كيحاولوا يدمسوا القضيه ديالو، هذاك راه فيه الكفايه انك كتخلي واحد الانطباع هذه الشرطه باش تبقى يعني ديما اليرت. حنا بغينا الشرطه تبقى يعني الضغط ما ديرش كما كنقولوا ما ديرش سعيد في كرشه وصافي تنسى القضيه. الناس يبقاو يسولوا يبقاو يطلبوا الحقيقه. هذه راه معلومات عامه، البابليك ديسكلوجر، اي حاجه عموميه عندك الحق تاخذها. السلطه في خدمه المواطنين، الا ما عطاتش المعلومات كاينين طرق اخرى للتبليغ عليهم. اوكي حنا دابا عرفنا ملابسات الحديث، عرفنا كيفاش سعيد كان، مشينا هذاك الشيء بتسلسل زمني. بغينا نعرفوا دابا التاثير ديال هذا الحديث على الاسره جمعاء، ماشي غير الاسره القريبه ولكن الاسره كامله، كيفاش تغيرت الحياه ديالهم من وراء هذا الحديث، شنو هما الحوايج اللي كانوا من قبل ملي كان سعيد حي ودابا ما بقاوش. بغينا غير نعرفوا الشعور ديال هذه الاسره. حيت علاش بغيت نقول بحال هكا؟ حيت هاد الوقيته حنا في المغرب تعلمنا واحد الحاجه، انه ملي كيموت شي واحد حنا اللي كنديروا ليه العشاء، حنا اللي كنديروا الخيمه، حنا اللي كنمشيو نديروا اي حاجه تمايا في دار الميت. سو حنا مثلا نتوما عائله سعيد خاصكم غير تكونوا جالسين وحنا غادي نتكلفوا بالقضيه، وهذيك الساعه لان الحاله النفسيه ديالكم ما غاتكونش تعطيك تسمح لكم انكم تكونوا مبدعين وتكونوا منتجين باش تقدروا توصلوا للحقيقه. لهذا الدور ديالنا حنا مثلا هذا اللايف بدل غير ما نتفرجوا فيه ويسالي ازا فرجه ويسالي ما تكونش عنده واحد القيمه مضافه، نبغيو يكونوا واحد جوج حوايج على الاقل يتحققوا. الغرض الاول هي العريضه توصل لواحد العدد كبير من السيجنيتشر. الغرض الثاني هو تسمع الصوت اعلى، خاص هذه القضيه تنشر اكثر، تنشر في الصفحات، تنشر ما بين الاصدقاء، تنشر ما بين العائلات، حتى تعرف كما انتشرت مثلا قضيه شعيب وبزاف القضايا اللي صراحه وصلوا لواحد المستوى بناء على الاصوات اللي كانت محيطه بها. هذاك الشيء اللي بغينا سعيد الزين، لانه هو انسان وكيستحق العداله، وكيستحق ان هذا الانسان اللي تعدى على الحقوق ديالو انه ياخذ العقاب ديالو صراحه. وبطبيعه الحال اذا كانت هناك جريمه، لاننا لحد الان كنمشيو على حسب الخيوط الاوليه. اللي بغيتي تضيفوا شي حاجه اخويا محمد ولا الحاجه ولا الاخت خديجه؟ قول شي حاجه، شي كلمه الحاجه اللي كما كان يعني شي حاجه. وانتم وليدي في الكافيه، انتم في الكافيه ربي يوقف معاكم. وجهنا ما نديروا وليدي، راه حنا بعاد وما قاريات ومرا كبيره وجهي ما نديروا وليدي.
انتم بكافي الله يجازيكم بخير، انت ولا عمر ولا ديك الناس اللي معاك، كل يونس ولا كلكم الجميع، الله يجعل ربي يجمع الراي ديالكم. هادشي ولدي اللي كنطلب من الله. انا ولدي راني عام مع الله ومع الحباب، انا عبد سيدي ربي ومع الحباب، هذا هو جهدي انايا. اش غنعرف وليدي جهدي من ندير. يا بحال هذه القضيه اللي قال الاخ ادم مزيان، مثلا ما قدرتوش ان الواحد يساعد، يقدر غير يوصل القضيه ديالو بحال هذه المنظمات. كاينين جميع المعلومات اللي ما باغي معلومات اكثر يتواصل معايا ولا يتواصل مع الاسره ونعطيهم معلومات ويبقاو يتواصلوا مع هذه الجمعيات باش نوصلوها. راه كاين بعض المرات شي منظمات ولا شي اشخاص اللي يقدروا يديروا الديفرنس وما نوصلوش لهم القضيه ونخلي واحد الاوبورتينيتي اللي كانت غتقدر انها تقربنا من الحقيقه. لذلك بغينا اي واحد ياخذ القصه ويديرها خطوه خطوه كما كانت. شتي هذيك الخطوه ديال شد هذا اللايف وتشيريه ويشوفوا ناس اخرين، هذيك خطوه ايجابيه. ادعي مع سعيد هذيك الخطوه، لان احنا اي حاجه في قضيه سعيد بغينا تكون ونجمعوا عوامل باش نقدروا ناخذوا الحقيقه. السؤال الاخر اللي غادي نمشي له غيكون هو اللي قبل السؤال الختامي، هي ديال حنا دابا واحد الجاليه اللي عندنا تقريبا الالاف من المغاربه، عندنا جمعيات، عندنا هيئات دبلوماسيه. واش تواصلوا معكم مثلا شي جمعيه المجتمع المدني، القنصليه، السفاره، او اي واحد اللي يدير واحد المبادره باش يساعد؟ ونبغيو نكونوا صراحه، لان فهمتي هذه قضيه ديال الحياه او الموت، لان بحال هاد الحوايج ضروري خاص تكون جمعيه المجتمع المدني والهيئات الدبلوماسيه خاص يكون التدخل ديالهم نظرا للهيئه القانونيه والصبغه القانونيه اللي عندهم. ماشي بحالنا حنا كمدنيين ما عندناش واحد الهيئه قانونيه، واحد المظله قانونيه. تفضل اختي خديجه. مشينا خويا لوزاره الخارجيه اللي كاينه في الرباط، قالنا ديروا طلب باش اسقاط هذا باش يعطونا شهاده الوفاه، وقال لك تنعاودوا نعيطوا لكم. صافي قال لك الا جات شهاده الوفاه غنعاودوا نعيطوا لكم. حنا طالبناهم قلنا لهم يعني ديروا محامي وحقوا لنا في هذا الامر شنو كيفاش تقتل سعيد، راه تا هو كيتسمى مهاجر، يعني بغينا غير نعرفوا كيفاش تقتل. هادشي اللي بغينا نعرفوا، اول حاجه بغينا نشوفوا غير كيفاش تقتل. صافي باقي ما ردوش لينا وزاره الخارجيه ديال البلاصه اللي مشينا ليها. وجمعيات المجتمع المدني الجمعيات هنا ما كاينش، يعني كاين عدد كبير ديال الجمعيات ما تواصلش معكم شي جمعيه انها تدخل وتحاول انها تتواصل مع البوليس، تواصل مع الهيئات القانونيه، مع مجلس المدينه؟ ما كاينش. هاد صحابو المهم هذا غير نداء اختي خديجه غنوجهوا لهم. كنتمنى من جمعيات المجتمع المدني بعد توجيه النداء للجاليه انهم ياخذوا المبادره، لان هادو هما المبادرات اللي خصو يبانوا فيهم، هادو هما المبادرات اللي غيعطيكم الكريديت داخل الجاليه. اما دوك المبادرات ديال الشطيح والرديح ولا ديال الغناء والحفلات، هادوك راه غيزيدوكم غير فقدان المصداقيه. حنا بغينا شي حاجه اللي كتفيدنا حنا كمغاربه كجاليه، تطلع الصوره ديالنا، ترجع الحقوق ديالنا. هذاك الشيء علاش خاصكم نتوما تطوعوا. راه المشكله هذه القضيه راه وصلت للجمعيات يعني اجنبيه، وكاينين جمعيات في نورث كارولاينا مغربيه ما وصلتش لهم، وهذا كيخلق العديد من الاسئله. ضيف شي حاجه خويا محمد فمن بخصوص الجمعيات والهيئات الدبلوماسيه وكذلك السفاره ديال الولايات المتحده، يعني تقدروا تتواصلوا معها، لان بحال قلتوا هذاك هو الباب ديال الولايات المتحده. يعني كاين شي حوايج بغيتوا توصلوا للسلطه هنا، بغيتوا شي مطالب تقدروا توصلوا للقسم ديال السفاره، ولكن هذا غيكون غير واحد الباب، لان الباب اللي معولين عليه حنا هو الباب ديال الجاليه المغربيه ديال المغاربه امريكا هنا، باش يحركوا هذه القضيه ويديروا واحد الضغط يخلي فيه واحد المنفعه عامه. تفضل اخويا محمد. بالنسبه للقنصليه ديال امريكا هنا في المغرب ما عطاوناش والو، وقالوا لك حنا ما عندناش ما نديروا لكم هنايا. بالنسبه للسفاره الامريكيه في المغرب قالوا لك هو مقيم وليس ما عندوش جنسيه امريكيه. حنا كنهتموا بالامور ديال الجنسيه الناس ديال امريكا هنا في المغرب. الجنسيه كان غير جرين كارد. وبالنسبه لثاني حاجه مشينا لوزارات الخارجيه. وزاره الخارجيه شفناهم، عطيناهم المعلومات، درنا واحد الطلب. الحاجه الوحيده اللي داروا عطاونا رقم التليفون، قالوا لك سيروا تنعيطوا لكم، ولا سيروا من هنا لواحد 15 يوم عاودوا عيطوا لنا باش نشوفوا واش وصلت شهاده الوفاه، ونسولوا السفاره ديال المغرب في نيويورك يمكن، ولا هما غيعطيونا الخبر. يعني ما عندهمش حتى عين اللي فهمت. بالنسبه يعني يديروا غير هذاك لو جيست انهم يحاولوا يتواصلوا، يديروا هذيك المبادره، واخا يكون الجواب يعني غير مرضي، ولكن هذيك المبادره بعدا
تبين، حنا بغينا غير تبان الصوره والقوه، راه كاين شي واحد كيسول على ساعد، هذا الشيء اللي بغينا، وتكون هيئه دبلوماسيه اللي تكون عندها قيمه اكبر. هذاك الشيء علاش انا كنهضر بهذه الطريقه. نعم. بالنسبه للجمعيات خويا، من غير اجل الجمعيه ديال هاد الاسلاميه اللي قلت لك، السونتر الاسلامي، وهاد الجمعيه ديال بيلي، وكاين شي جمعيات اخرين اتصلت بهم ولكن مازال ما رجعوش ليا، حتى واحد مازال ما ردش ليا، وكنتسناو ودايرينها في يد الله وفي يد الناس بحالك اللي فيهم الحميه انهم يدافعوا على واحد ولد بلادهم ويشوفوا شنو طاري ليه، والجاليه المغربيه كلها والمسلمه اللي يدير ولو كلمه كما قلتي في صحيح. السي محمد راه كيمشي الريزو شويه، باش نتعاونوا الجميع، وان شاء الله يكون خير للجميع. هذا الشيء اللي كنتمنى خويا السي محمد، الله يبين الحق ديالو. الله يبين الحق، ربي راه يبين الحق. ما ضاع حق وراءه طالب، ما ضاع حق وراءه طالب، ربي يمهل ولا يهمل. كنطالبوا بالحق ديال سعيد وغنبقاو نطالبوا به. السي محمد، العائله الكريمه، تقريبا دوزنا ساعه دابا في الوقت، غادي نتوجه لكم باخر سؤال، ومن بعد انا غنحط الرقم الا بغى شي واحد يتواصل مع العائله يعزيهم، يكون يعني اتصالات خفيفه، ومن بعد ان شاء الله غادي ننهيو الحلقه. السؤال اللي غنعطيك يعني غادي يدور ما بيناتكم كاملين، غادي نبداو بالحاجه وغنمشيو عندك حتى ونمشيو لعند الاخت خديجه. السؤال هو بغيناكم تاخذوا المايك وتتوجه برساله للجاليه المغربيه اللي كيتفرجوا فيك دابا واللي غيشوفوا اللايف من بعد. اشنو تبغي تقولي لهم هاد الناس المغاربه اللي هنا في امريكا الحاجه؟ كنقول لهم الله يجازيهم بخير، كنقول لهم الله يحفظهم، كنقول لهم الله كاين معاهم ويوقفوا معايا ويوقف معاهم سيدي ربي. راني مرا كبيره ومرا هجاله وما عنديش، والله كيعلم بيا وليدي، الله عالي وعالم. انا كنطلبهم كلهم هذوك الناس، كنطلب من الله الدعوه ديال الخير ندير ليهم. هادشي اللي طلبتي من الله. وكيفاش بلاتي عطي الحاجه نكمل مع الحاجه، بغيناهم الحاجه الناس يتعاطفوا مع ولدك، ما مسكين دابا ما عندوش اللي يشوفوا وجه الله، يشوفوا وجه الله، يديروا معايا حسنه ربي غيعطيهم الحسنات. وقفوا معايا ربي يوقف معاهم. انا كنطلب الله ونطلب وجههم همايا، كنطلب سيدي ربي وكنطلبهم حتى همايا الوجه الله، يوقفوا معايا الوجه الله. كيعرفوني انا ما كبيره وما في حاليش وما عنديش، والله كيعلم بيا، وناس كتقول ما عندي ولد معاق، وانا كنتلاوح ومريضه على الدواء ديال الطبيب خاصني لي 20,000 في الشهر. الاخوان والله فهمتي، انا هذا اقتراح ما انا بالنسبه لي، وهذا ترى وليدي وراني شويت فيه، راني شويت. على الاقل ندير واحد العزاء، نجمع واحد البركه. هذا الاخ هذا سعيد كان هو المعين الوحيد ديال العائله، عنده اخ معاق، الام الحاله ديالها يعني ما عندهاش اللي يعيلها. تكون شي عزاء بيناتنا اللي نجمعوا نعطيو واحد البركه. حنا الحاجه حنا بحال ولادك، ان شاء الله. يا وليدي الله يحفظكم. وان شاء الله الا بانت الحقيقه راه غيكون هذاك هو اكبر عرس لك انت. الشيء الا كانت الحقيقه وتعاقب هذا الانسان ان شاء الله الذنب، غيكون ان شاء الله هو اكبر عرس لك انت ان شاء الله. والحمد لله وليدي، ما عندي ما نقول، الحمد لله. الله يخليكم، الله يحفظكم. انا كنطلب الله يحفظكم جميعا، كل من يوقف معايا الله يجعل الله يوقف معاه. اوكي انا كنطلب يلا سي تفضل اختي خديجه. خوتنا الجاليه كامل اللي كاينه في امريكا ولا في العالم كامل اللي كيشوف هذا اللايف، الله يجازيكم بخير. الى ما وقف ولا الحقيقه تبان، الحقيقه ديال خويا تبان سعيد، الحقيقه ديالو بغيناها تبان. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. هادشي اللي كنتمناو من عند الله سبحانه، هادشي اللي كنتمناو. لا تبرد غير شويه من ديك الحرقه اللي عندنا في القلب ديالنا. راه بقى لك الناس ولا الليل لا نهار صافي كنفيقوا بسعيد والناس كنتمناو يا ربي خوتي المغاربه كاملين، الجاليه العربيه والمسلمه اللي في جميع انحاء العالم تعاونوا معنا يبان حق خويا. انا ما خليت حتى شي صفحات، كلشي الصفحات كنكتب ليهم، كلشي المؤثرين كنكتب ليهم كلشي، يعني كندير جميع الطرق باش يبان حق خويا، باش حتى هو يرتاح في القبر ديالو. الا بان الحق ديالو حتى هو غيرتاح في القبر ديالو. هادشي اللي كنتمناو من عند الله، حنا بغينا غير الحقيقه، ان شاء الله اختي خديجه، ان شاء الله يبان الحقيقه
وتكون يعني الروح عزيزه عند الله. خصنا غير نديروا المبادره، لان الا بقينا جالسين راه ما غتبانش الحقيقه. ضروري خاص العبد يكمل، والله ان شاء الله غادي يعاوننا باش نوصلوا للحقيقه كامله. امين يا ربي، امين. الله يعاونكم اوليدي، الله يعاونكم، الله واخويا يكون معاكم. السي محمد كنشكروك على هذه المبادره، كنشكروك بزاف، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يبين الحق لهذا السيد وهذه العائله المكلومه اللي كلهم كيتسناو غير الحق ديال هذا الولد كيفاش وعلاش. وكما سمعتي راه كان هو العينين ديال مو، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار ويغفر ليه. وكنشكروك بزاف وشكرا بزاف، وانا تحت الطلاء، انا وقت ما احتاجتينا اخويا السي محمد راني موجود في اي حاجه، في اي وثيقه، اي حاجه اللي قدرنا عليه راه غنديروه من هنا. الا تما راك جماعه الا ان شاء الله، ان شاء الله خويا السي محمد تما راه كاينين نتوما، وانا راني هنايا. راه يمكن في هذا اليومين غنرجع لوزاره الخارجيه نشوف فين وصلوا، ونتمنوا من الله خير. وانا راه باقي وكنقلب على الجمعيات وكنكتب، واي واحد تواصلت معاه راه غادي نتواصل معاك، واي حاجه جديده راه غادي توصلك ان شاء الله باذن الله. المهم هذا الرقم درتو هنايا، درتو هنايا، هذا هو ديال السارجنت ديال جرينسبورو بوليس، وقيلا كيبان مكتوب ولكن راه كتبتو هو حطيتو في البين 336 باش نتاكدوا 373 7697 336 373 76 97. حاولوا تواصلوا، حاولوا تطلبوا، اي واحد يطلب الفيديو واخا يقول لكم لا، ولكن حنا بغينا داك التليفون ديالو نعمروه بالمكالمات وبالسميتو باش حتى يخرجوا. ما بغاوش هاد المكالمات، ما بغاوش الاوديوات والفويس ميل، يعطيونا الفيديو. حنا بغينا هاد الناس يعرفوا راه كاينين مغاربه. سميتو جرينسبورو ستيشن، علاش انا نكتبها جرينسبورو بوليس ديبارتمنت. هيا ما عرفتش كتشوف هنا ولا لا، جرينز بوليس ديبارتمنت. عندي هذيك النمره ديالو. ايوا المهم كلمه اخيره الا بغيتوا تضيفوها، الحاجه السي محمد، الاخت خديجه. كنا كنتمناو نستقبلوكم شي مناسبه يعني تكون احسن من هذه، ولكن صراحه الحوار معكم غادي يقرب الناس، الجاليه المغربيه خصوصا، من القضيه ديال سعيد. لعل الله وعسى تكون واحد المبادره. وقبل ما نختموا نعاود نكرر العريضه غتلقاوها في خانه الوصف. تقدروا تشاركوا غير اللينك، اللي مبغاش يشارك اللايف يشارك غير اللينك ديال العريضه مع اكبر عدد ديال الناس. ان شاء الله ملي غتوصل لواحد العدد كبير، على الاقل توصل لواحد 1000، غتكون عندها واحد القيمه. توصل ل 1000 نقدروا من بعداك نخدموا نتواصلوا مع الناس اللي مسؤولين في المدينه. تفضل اخويا محمد، كلمه اخيره. ان شاء الله بالنسبه للعريضه انا غنتواصل مع جميع الاصدقاء ديالو اللي كاينين. شكرا لك وليدي، الله يعاونك، الله يحفظك، الله يحفظ وليداتك، الله يحفظ والديك. خليك معنا، خليك، احنا باقي واحد 2 دقائق 3 دقائق. مالك باغا تمشي عيتي؟ لا ما عندي اللي غادي وليدي، اللي غادي بس احنا باقي ان شاء الله نسالي. وانا عارف الوقت عندكم معطلين، كنعتذر زعما بزاف، لان الاسره بقات دابا تقريبا. بارك الله فيك، الله يكثر خيرك، وانت مؤمن ووليدي انت كتفرت على الاخيره، باغي الخير، باغي الحسنات. قلت لك السي محمد انا غنتواصل مع جميع الاصدقاء ديالو ديال جرينسبورو وغنعطيهم لوديان، وان شاء الله كلهم. وكاينه واحد الجمعيه صغيره فيها سودانيين على الجنسيات الاخرى، حتى هما كنتواصل مع واحد السوداني، واحد الاخ سوداني، حتى هو غنصيفط لهم اللوديان ان شاء الله باش كلهم يدخلوا ونشوفوا هذه الوثيقه عمرات ان شاء الله. صحيح ان شاء الله باذن الله. غادي نقدروا نديروا شي لايف اخر من بعد، لان كيبان لي غادي خص محامي، ولكن غادي نشوفوا، لان الى بانوا الفيديو ضروري خصك محامي، لان ضروري خصها محكمه وخص تكون واحد الجلسات، لان باش تحكم على بوليس هنا في ميريكان راه واحد المراحل قانونيه. وغير نزيد ناكد لك الفيديو اللي حطيت قبيله راه كيبين انه كانت واحد الحادثه اخرى، والناس ما داروش يعني ما كانش البوليس ما خرجوش الفيديو كام، ولكن بسبب ان العائله عندها الفلوس مشات جابت محامي، خداو الحق ديالهم. يعني راه كل شيء بالفلوس، الماني از باور. لا خويا هذا هو اللي انا ما عرفتش بالنسبه انت عارف المغرب هنا كاين، ما عرفتش واش كاينين المحاميين اللي كياخذوا القضيه مثلا، يدخل في القضيه حتى من بعد عاد يشوف، يعني كياخذها فري حتى من بعد، وداك الشيء غراتويت كما كنقولوا هنايا. المحامي هنايا باش يقرا لك الوراق كيبدا يحسب لك الفلوس. المحامي غالي هنا بزاف. هذا الشيء اللي قالوا لي. شفتي علاش حنا بغينا نوفروا عليه واحد الخدمه ديال هاد البادي فيديو كام. الا خديناه غادي يكون المحامي ارخص،
لان غتوفر عليه خدمه ديال المطالبه ويكتب هذاك الشيء كلشي غيشارجيك عليه. بغينا ناخذ شي حاجه قانونيه، لان حنا نورمالمون هذا الشيء خاص يكون دستوريا، يخرج الفيديو ما عندناش الحق كاع حنا نبقاو نغوتوا عليه ولا نديروا بحال هاد اللايفات، يخرج الفيديو نمشي نعطيوه للمحامي غادي يمشي يدفع دعوه قضائيه. ايوا نتمناو من الله، نتمناو من الله. ايوا المهم الا بغيتي تكتب شي كلمه اخرى كنسمع لك. سمعتيني كنت باغي تضيف شي كلمه اخرى قبل ما ندوز الاخت خديجه؟ المهم كنشكرك بزاف وكنشكر جميع الاخوان اللي حاضرين معنا، وشكرا جزيلا بزاف على الدعم ديالكم، يكون دعم معنوي على الاقل، واهم حاجه بالنسبه لنا هو ظهور الحقيقه ديال هذا الاخ الله يرحمه ويوسع عليه. هذا هو صراحه انا من خلال الحديث معكم انا صراحه اول ما كنشوفكم يعني وجه وجه كنهضروا وجه وجه من غير الواتساب، ولكن لمست فيكم الصدق ولمست فيكم الطيبوبه ولمست فيكم بزاف الخصال الحميده اللي صراحه هذا الشيء ما يمكنش الا يكون في سعيد كذلك. ما يمكنش واحد الانسان خرج من هذه العائله ومن هذه الاسره يكون بشي واحد الصوره يعني قاسيه ولا صوره شريره. غادي نمشي عند الاخت خديجه، وكنشكرك مره اخرى الاخ محمد. اختي خديجه اخر كلمه اللي تبغي توجهها للناس. كنشكرك بجزيل الشكر. بعد الحمد لله الانسان ملي كتلقى شي تفاعل والناس بحال هكا بحال وجهك يعني كيوقفوا كيهضروا وكيساعدوك، يعني نفسيا بعد نفسيا كترتاح. فانا كنشكرك وكنشكر جميع الناس المشاهدين، الله يجازيكم بخير. والكلمه الاخيره الله يبين الحق يا رب، يتبان الحق باش حتى حنا نرتاح. هادشي اللي كنتمنى. الاخ جلال ما عرفتش كتعرفوا ولا لا؟ اسمحي لي غير واحد الاخ جلال. اخ جلال ما عرفتش واش كتعرفوا، قال لك غادي يجي عنده محامي ان شاء الله حتى هو غادي يكمل في القضيه. ايوا هو اللي اتصل بيا، هو اللي يطلب لي الوراق ديال المحامي اللي قلت لك، وانا اللي صيفط ليه اللين ديالك باش يدخل معنا ان شاء الله. شكرا اخويا جلال، شكرا. بحال هكا بغينا بحال الاخ جلال يعني يكون واحد الوسطاء اللي كيديروا مبادرات اللي نقدروا اننا نوصلوا للحقيقه. اسمحي لي قطعتك اختي خديجه. ماشي مشكل اخويا، الكلمه اللي غنضيف هو سعيد كان من اطيب خلق الله سبحانه وتعالى. الكبير كيبغي والصغير كيبغي، غير في هذا المود ديالو جميع المشاعر تحركت. ما كاينش شي واحد اللي ما بقاش فيه وما كاينش شي واحد اللي ما تألمش عليه. والله يبين الحق ديالو، هادشي اللي كنتمنى من عند الله، الله يبين الحق ديالو. وشكرا جزيلا. شكرا سي محمد، وشكرا جلال تاوي الله يجازيه بخير، راه كيجري معنا. نتمنى تواصل معاه حتى هو انسان طيب بحالك ولد السي محمد. الله يجازيكم بخير كاع الناس اللي في اللايف، الله يجازيهم بخير، وشكرا جزيلا على هذا الوقت اللي عطيتونا وسمعتوا لينا وبردتوا ديك النار اللي فينا شويه، اللي كتحس بالدعم من الناس ومن الاخوان ديالك ومن المغاربه، كتحس بواحد الروح اخرى كتنوض واحد الروح باللي راه ماشي بوحدك، راه ما كتجريش بوحدك، راه الناس كيجريو معاك، راه الاخوان كيجريو معاك، كتحس انك ماشي بوحدك. المساندة صراحة راه ملي كيتخلوا عليك الناس كيولي المعاناة مدوبلة، ولكن ملي كيكون بحال هكا اليد كتشد وكتساعدك راه طبيعة الحال كتحس بواحد شوية الأمان، كتحس بواحد البصيص من الأمل، لأن كيبان لي المشكل ديالكم بعد هذا الفقدان وهذا الحزن كامل ما غادي يعني يحيد هذه الغمة وهذا الظلام حتى تبان الحقيقة ويتعاقب هذا السيد اللي ارتكب هذه الجريمة. وإن شاء الله هذا هو الغرض ديالنا والمطمح ديالنا جميعا. الحاجه اللي بغات تزيد كلمات الله الا الحاجه ارتاحينا لها في هذا اللايف هذا. حاجه وجزاك الله بخير وليدي، جزاك الله بخير وليدي. واش دعوه مع الناس؟ شوفي الحاجه شي دعوه من القاع ديال الخابيه. وليدي اش غندير وليدي؟ لك الله هو هذا وليدي، شويت وكيت وعضايخه وما بقاش نشوف نطلبوا الله يحفظك. وقفتي معنا الله يجعل ربي يوقف معكم جميعا. الله سبحانه ويعطيكم العز ويحفظكم وتكونوا محفوظين على سيدي ربي. الله يكون معكم فيما مشيتوا وراكم قدامكم. هاد الشركه كلكم الجميع مجموعين، كلكم الاسباب اللي وقفتوا معنا، الله يجازيكم بخير. والبركه في راس مره جميعا. شكرا لكم. ايوا المهم نقدروا نديروا ان شاء الله شي حلقه اخرى باش نشوفوا التطورات. ان شاء الله الحلقه الاخرى اللي غنديروا يكون يا ودي علي جات خير منك، علي جات منك خير.
مرحبا مرحبا الحاجه. ان شاء الله في الحلقه الجايه تكون واحد ليطاب اخرى، تكون فتحت قضيه، تكون بان الفيديو. احنا ان غادي شاء الله ان كما شاء الله. كنقولوا ما غاديش نستوى هذه القضيه، غادي نبقاو ان شاء الله نناضلوا من اجلها ونتابعوا ونتسائلوا حتى نوصل للحقيقه. وكنشكر كذلك المتابعين اللي كانوا معنا في هذا اللايف، والناس اللي شاركوا، والناس اللي دعاوا مع الاخ سعيد. كنشكروهم كنشكرهم جميعا. بغيت تجي شي كلمه السي محمد بنتي بحال باغي تضيف شي حاجه قبل ما نختم؟ لا لا، شكرا جزيلا خويا السي محمد، وشكرا لجميع الحضور، وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم، الله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمه الله الى حلقه قادمه. بركاته. الحمد